النهاردة هنعمل حلا بسيط جدا وسريع من الحلويات اللي بتتحضر في دقايق. هنستخدم مكون هيحول لنا الحلا ده لكريم كراميل جاهز من غير ما نعمل كريم كراميل اصلا. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوف السر اللي هيخلي المكون ده يحول لنا الوصفة لكريم كراميل طعمه تحفة ويجنن. يلا بينا نبدأ. معايا 2 بطاطا وزنهم نص كيلو. هنجيبهم ونقشرهم ونغسلهم، وبعد كده هنجيب حلة ونقطعه حلقات كده زي ما انتوا شايفين، وننزل عليه بكوباية من المية. هنسويه سوا كامل على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، لغاية ما البطاطا تتهري معانا تماما. هنحطها على نار منخفضة ونسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنركن البطاطا على جنب ونيجي نحضر بقى معايا طبقة الكراميل. هنجيب طاسة او ووك وهننزل بكوباية من السكر وهنحطها تتكرمل معانا، واول ما يبتدي السكر يدوب هنقوم نازلين بالمعلقة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نقلب تقليب مستمر لغاية ما التكتلات بتاعت السكر تدوب معانا. هنسيبه لغاية ما يغلي غلوة كده، وبعد كده نقوم محضرين نص كوباية من المية، مية عادي من الحنفية، وهنحطها جنبنا بحيث اول ما الخليط بتاعت السكر يبتدي ان هو يغلي معايا هنقوم نازلين بالميه. الوصفه دي سهله جدا ومش موفره ومش هنحتاج ندخلها الفرن ومش مكلفه وهتوفر معاكي كتير، وطعمها في النهايه هيبقى تحفه. هنزل بقى بالميه حبه حبه عشان خاطر ما الكراميل ما يطرطش، حفظكم الله. يعني تنزلوا بكميه الميه حاجه بسيطه. هننزل بنص كوبايه ميه ونقلب لغايه ما تاخد يا دوبك الكراميل غلوه ويعقد معايا. هنقوم شايلينه وحاطينه في الاطباق بتاعه التقديم، القوالب اللي هننزل فيها الكريم كراميل. هنحط الكراميل في ارضيه الكباط ونركنه على جنب. هنيجي بقى نبص بعد كده للخطوه التانية وهي البطاطا. هنركن القوالب بتاعتنا ونشوف البطاطا، لقيناها بقى بتتهرس معانا بكل سهولة. هنقوم جايبين بقى شفشق الخلاط وننزل بالبطاطا بتاعتنا اللي احنا سويها سوا كامل علشان خاطر ما تعملش معانا تكتلات واحنا بنجهز الخطوة التانية. هننزل بقى بالبطاطا في الخلاط، وهقوم نازله عليها بكيلو من اللبن ومعاه كمان القشطه بتاعته، ولو عندك معلقتين قشطه كمان حطي. هنزل عليهم بمعلقتين من النشا ومعلقتين من بودره الكاستر علشان تعزز اللون معايا، وهنزل ب3 معالق او 4 معالق كبار سكر، والسكر حسب الرغبه، وكمان باكت من الفانيليا. هنضربهم ضرب كويس في الخلاط لغايه ما الخليط ينعم معايا تماما، وبعد كده نقوم رافعينه على النار، هنحطه في حله ونرفعه على النار ونبتدي ان احنا نقلب لغايه ما الخليط يبقى كريمي معايا زي ما انتوا شايفين كده، كانك بتعملي مهلبيه. الطعم بجد جميل. الوصفه تستحق التجربه وعاوزاكم تجربوها، وان شاء الله هتطلع من ايديكم جميله وهتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي. خلاص الخليط استوى معايا وبقى كريمي. هنقوم بقى جايبين مصفى ونعدي الخليط ده على مصفى. لازم الخطوة دي مهمة جدا، لان احنا ضاربين البطاطا في الخلاط والبطاطا بيبقى فيها الياف، فمش عايزين الخليط يبقى فيه اي الياف، عايزينه يبقى كريمي معانا زي الكريم كراميل بالظبط. هنعدي الخليط على مصفى وننزل في القوالب بتاعتنا على الكراميل. شايفين التكتلات اللي طالعه منه والالياف، فلازم عشان كده بقول لكم لازم نصفيه. هنخلص الكمية بتاعتنا في القوالب، وبعد كده هندخلها التلاجة من ساعة لساعتين لغاية ما يتماسك معايا، وبعد كده هنقوم مقدمينه في أطباق التقديم وبألف هنا وشفا. لو لقيت القالب متماسك معاكي ممكن تحطيه في شوية مية سخنة قبل ما تقلبيه لمدة 10 ثواني علشان الكراميل يفك من تحت والقالب يتقلب معاكي بكل سهولة. وزي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، كريم كراميل ده بقى ولا بطاطا؟ اكتبولي في الكومنتات رأيكم، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبولي في التعليقات. قد ايه طعمها جميل، ولو كلتيها مش هتحسي خالص بطعم البطاطا فيها، كأنك بتاكلي كريم كراميل. عملناه من غير بيض ومن غير اي حاجة مكلفة. لو عجبتكم الوصفة بقى اتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو، وتتابعوا القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.